ازيكم؟ النهارده احنا في مارينا لودج مرسى علم في بورت غالب. الفندق اللي بجد حيرني قبل ما احجز، ما كنتش قادره احدد هو حلو ولا ايه. اراء كتير متناقضه، معظم اراء الاجانب على بوكينج حلوه جدا، لكن اراء المصريين في الجروبس على فيسبوك غير كده. وكمان الاراء نفسها عددها قليل، مش ناس كتير، والريفيوهات مش مفصله، وانا لازم اعرف كل حاجه عن الفندق او الريزورت اللي هنزل فيه. المهم بعد تفكير عميق حجزت، وقلت لازم اقيمه بنفسي واشوف الفندق ده بيقول ايه. مبدئيا كده انا انبهرت، والحمد لله اني حجزت فيه. نبدأ بالموقع. هو مكانه في بورت غالب، واللي هي المارينا بتاعة اليخوت وكل الرحلات البحرية اللي بتطلع في مرسى علم. يعني اي رحلة بحرية بتبقى من بورت غالب، فهو موقعه استراتيجي. ده غير الفيو التحفة اللي على المارينا من الفندق، وكمان الطريق اللي رايح للفندق. فبالنسبة لموقعه تقييمه 10/10. تاني حاجة البسين او البول والاكوا بارك، مكانهم فوق الروعة. هم عبارة عن 2 بسين، بس واحد منهم كبير موجود تحت ومتقسم 3 أجزاء، جزء للأطفال وجزء للأكوا بارك وجزء عادي، وبسين تاني كبير ده لوحده في الدور اللي فوق، عمقه 150 سنتي، ده للاستجمام اكتر بعيدا عن الاكوا بارك والاطفال واللعب وكده. هي عامه الاكوا بارك مش كبيره، تعتبر ميني اكوا بارك. وفي جزء بقى لوحده خالص للناس اللي عاوزه تتعلم الغطس، عمقه 3 متر، وفي ناس بيعلموك فيه. المهم ان كل البسينات دي باصه على المارينا، يعني انت قاعد تعوم وجنبك بالظبط المارينا والمراكب واليخوت. وبالنسبه للنظافه، البسين بيتنضف كل يوم الصبح، فما تخافوش من الجزء ده. فهندي تقييم للبسين 10/10. وكمان في جيم فور فري طول اليوم وباصص على المارينا، بس نسينا ندخله. كل يوم نقول هندخل وننسى، بس هنديله تقييم برضو مثلا 8/10 عشان الفيو بتاعه، عشان كمان ان هو فور فري طول اليوم، ودي مش موجودة في كل الفنادق، بس احنا مجربناهوش فالتقييم ده تقريبي يعني. نيجي بقى للريسبشن. المفروض كنت اقوله في الاول، بس اتحمست ودخلت في الموضوع على طول. المهم الريسبشن يعتبر حجمه صغير، بس من اول ما تدخل هتشم ريحة ولا اروع. مشغلين دايما بخور ليه ريحة حلوة. الفندق كله عامة على الطراز النوبي، فهتلاقي كل حاجة هناك ليها علاقة بالديكور ده، من اول البخور للسلالم اللي مرسوم عليها رسومات زي النوبة، لديكور الاوض، كل حاجة يعني. المهم ان الريسبشن برضو الفيو بتاعه تحفة على المارينا، وانت قاعد شايف المية قدامك وشامم ريحة حلوة وديكور لطيف. وكمان حاطين ويلكم درينك اول ما تدخل، كان كركديه او عناب حاجة كده، ومية ديتوكس بتاخد زي ما انت عاوز. المية كان فيها ليمون ونعناع، وكل يوم بتتغير بحاجة تانية. في يوم كان برتقان وتفاح. فتقييم الريسبشن 9/10 عشان بس حجمه صغير شوية، لكن كل حاجة تانية حلوة. احنا وصلنا وعملنا تشيك ان. المفروض التشيك ان اصلا الساعة 2، ده في اي فندق. البنت اللي كانت واقفة اتأكدت من الحجز وقالت لنا الغرف بتتجهز، ولبسنا البريسلتس بحيث لو حبينا نروح نشرب اي حاجة براحتنا او كده نعيش حياتنا يعني. رحنا خدنا جولة في الفندق لغاية ما الاوض تجهز. ما كملناش نص ساعة او ربع ساعة اصلا، ورجعنا لقينا الغرف جاهزة. جت معانا البنت بتاعة الريسبشن تعرفنا مكان الغرف بتاعتنا، وقالت لنا كل التفاصيل ومواعيد السناكس وكده، وكانت الصراحة لطيفة. هي اسمها فاطمة. وصلنا الغرف. احنا كنا غرفة تريبل بص على المارينا. هي مساحتها حلوة كبيرة مش صغيرة، فيها مكان للدريسنج، والحمام بتاعها مختلف متقسم كل حاجة لوحدها. الحوض في النص بره التويلت، والتويلت باب لوحده على الشمال، والشاور على اليمين. وفي كاتل طبعا، وبيتحط كل يوم ازايز ميه وحاجات اللي هي اكياس نسكافيه وشاي وسكر والحاجات دي. البلكونة بقى اللي جميلة، بص على المارينا، وحتى الكراسي بتاعتها نفس ستايل المكان، والفيو كان تحفة. وكمان في شباك في الأوضة باصص على نفس الفيو. هي الغرفة الدبل والتريبل نفس المساحة، بس الدبل بيكون 2 سرير وكنبة،
والتريبل بدل الكنبة بيكون سرير تالت. هي الغرف نظيفة وبتتنضف كل يوم ويتحط مناديل وفوط جديدة، بس حسيت انها محتاجة تتجدد، مش عارفة، ما حبيتهاش قوي، فتقييمي ليها 8 من 10 او 7 من 10. نتكلم بقى عن ايه؟ الواي فاي. لان انا بقدر قوي الفنادق اللي بتخلي الواي فاي فور فري، ومش بس موجود في الريسبشن، لا ده موجود في كل مكان في الفندق، حتى البيتش شغال هناك، ابطأ شوية بس شغال يعني. وفي الاوض حلوة قوي، بتدخل الاسم ورقم الغرفة وبيفتح معاك، فتقييمه 100 من 10. نيجي بقى للاكل. من كتر الاراء المتضاربة ما توقعتش انه هيبقى حلو، قلت هيبقى متوسط لطيف مثلا، هنلاقي حاجة ناكلها يعني، بس الصراحة فوق توقعاتي بكتير. بجد الاكل كان حلو جدا، واللي قال ان الاكل وحش فعلا ظلم الفندق. الفطار متنوع جدا جدا، وكمان الطعم نفسه حلو، مش تنوع وخلاص. جبن رومي وجودة وشيدر، لانشون فراخ وعادي، جبن بيضة بكذا طعم، في مخبوزات كتير متنوعة، كرواسو طعمه تحفة، وبان كيك، اومليت طبعا، وبيض مسلوق، زبادي بقى سادة وبالمانجا، وفي زبادي بالقهوة، وحاجات تانية بقى مش فاكرة ايه هي، وفي ام علي ورز بلبن ده كل يوم، وكورن فليكس بكل الاطعمة، ده غير قسم كده للصوصات مبهر الصراحة، في كل الصوصات اللي ممكن تتخيلها، ومشروبات بقى طبعا، يعني في ماشين للكوفي، اسبريسو وموكا ولاتيه والحاجات دي، وفي عصاير وشاي ومشروبات سخنة بقى، والكولا او الصودا كلها في الجزء الخارجي من المطعم. بالنسبة للغدا، في كل الفنادق مش بيكون احسن حاجة، بس الغدا هناك كان حلو. اول يوم رحنا كان تحفة، كان في كفتة مشوية وفراخ وخضار سوتيه ومكرونة وايت صوص وريد صوص، بس احنا جبنا وايت صوص، ده اللي احنا كلناه، مش فاكرة كان فيه ايه تاني، وطبعا في فواكه وحلويات وكده. تاني يوم ما اتغدناش في الاوتيل، خرجنا رحلة فبلغناهم وادونا لانش بوكس، هوريكم محتوياته، فمش عارفة كان الغدا ايه في المطعم. تالت يوم كان فيه شاورما فراخ ولحمة بالصوص البني، وطبعا رز ومكرونات برضو وحلويات بقى، وبيكون فيه خضار برضو وفواكه. الفواكه بتتغير كل يوم. انا بقول لكم الاكل اللي جبت منه، في حاجات تانية كتير بس مش بحب اصور جوه المطعم عشان محدش يجي مثلا في الفيديو من غير قصدي، فبصور على الترابيزة بتاعتنا بس. المهم العشاء بقى ده احلى وجبة. كل يوم كانوا بيعملوا اكل من بلد معينة او ستايل معين. اول يوم كان اسماك وسي فود، ده بالنسبة للناس اللي بتحب الاسماك هيعجبها قوي، بس انا للاسف كنت متضايقة عشان مش بحب السمك، فكان بالنسبة لي اوحش يوم. كان في سمك تونة كبير قوي، وكان في حاجات بقى سي فود وكابوريا والحاجات دي، وكمان كان في رنجة وسردين، وحتى لو يوم اسماك بيعملوا حاجات تانية عشان يرضوا جميع الاذواق، بس انا لقيت فطير شكله عجبني فجبت فطير اليوم ده. تاني يوم بقى كان ولا اروع، كان اكل صيني، لا وكمان كان في بط، هو دونت ميكس، بس بجد الاكل كان تحفه. نودلز بقى وفراخ سويت اند ساور ولحمه بطريقه كده معينه، كانت خرافه. الاكل اليوم ده كان تحفه، وكان فيه سوشي بس انا مش بحبه، والبط كمان كان حلو قوي. انا اسفه والله اني بصور الاكل وهو متاكل، بس انا كل يوم افتكر ان انا اصور وبفتكر في نص الاكل، فبصور لكم بسرعه، يعني لو بنقذ ما يمكن انقاذه. اخر يوم بقى كان اكل مصري، كان فيه فراخ مشويه ولحمه بارده ومكرونه بشاميل، وكان فيه مانجا وبطاطا وحلويات شرقيه، وكان فيه جلاش وام علي وحاجات تانية، خضار بقى وكده، وكان فيه كمان كشري. اليوم ده كان تحفة، كل الناس كانت مبسوطة اول ما شافوا المانجا، وكانوا مشغلين بقى اغاني ام كلثوم ومنير وكده. الاجانب كانوا بيروحوا يتصوروا مع الشيفات، بالذات شيف الكشري كان بيهزر ويضحك وكده. المصري برضو غير يا جماعة، كان اكتر يوم مبهج فيهم. ده بالنسبة للاكل الرئيسي. نيجي بقى للسناكس والمشروبات. السناكس كل يوم حاجة مختلفة، بس الاساسي طبعا فرايز او بطاطس محمرة مع كل الايام. اول يوم كان فيه فرايز وبيتزا وفيليه وكفتة مشوية، ده كان على البحر، مش عارفة بقى البسين كان نفس السناكس ولا ايه. تاني يوم مش عارفين عشان خرجنا. تالت يوم كان شاورما وفرايز وغالبا فيليه برضو، ده على البحر. على البسين كان فيه كفتة مشوية وفرايز وكان فيه كيك.
المشروبات بقى فيه كل حاجة، وفيه كوكتيلات جربوها. اكتر واحد عجبني الاخضر بس مش عارفة اسمه ايه. البينك ده اسمه سانشاين، طعمه شبه الكاندي كده او غزل البنات، وبيبقى فيه صودا. جربوهم كلهم يعني وشوفوا ايه اكتر واحد هيعجبكم. وكمان في ايس كريم بس مش فاكرة المواعيد كانت ايه، اعتقد من 4 ل5 او ل6. اسألوا على البار بتاع البحر. الفطار مواعيده من 7 ل10، الغدا من 12:30 ل2:30، والعشاء من 7 ل9:30. والسناكس فيه من 10 ل11 في المطعم، وفي من 3 ل5 على البسين، وعلى البحر بقى من 12 الظهر ل5، يعني يعتبر طول اليوم. والمشروبات بقى طول اليوم حرفيا، من 10 الصبح ل11 بالليل على حسب البار. يعني على البول من 10 ل5، والبحر من 10 لغاية الغروب. وفي بار اسمه 50 بار، ده من 10 الصبح ل11 بالليل. فتقييمي للأكل: الوجبات الرئيسية 9/10، والسناكس 10/10. المشروبات برضو 10/10، لأن مش كل الفنادق بيكون فيها الكوكتيلات دي. في فنادق أعلى وأغلى بيكون فيها صودا وعصاير بس من الماشين. نيجي بقى للبحر وحلاوة البحر وجمال البحر وروعة البحر. البيتش نفسه لسه متجدد وفوق الروعة بشوية، في كراسي وبينباج وشازلونجات وبانجلو عشان الخصوصية وكده. هو أقل من 5 دقايق مشي من باب الفندق، يعني هو على مرمى البصر، بس بتمشي شوية لغاية ما توصل. بس الطريق كله انت ماشي جنب المارينا وشايف المراكب والفيو الخطير ده. عاوزة اقول اشعار في البحر والله، بالرغم ان الريفيوهات عليه كانت محسساني انه لا مش حلو، بس هما اكيد كانوا في مكان غير البيتش ده، او كان قبل ما يتجدد، الله اعلم. بس ده بجد احلى حاجة في الفندق كله. هشرح لكم. البحر على اليمين رملي وارتفاعه كويس للعوم العادي والاطفال، في النص كويس برضو، بس ممكن تلاقوا شوية صخور صغيرة في الاول وبعدين تمام، او هتلاقوا في النص شعبة كده ولا حاجة، بس هتعوموا فيه حلو قوي برضو. على الشمال بقى اللي هو جزء المفضل، شعب وسمك رهيبة، ده لازم يكون معاك شوز بحر وماسك بحر، وهتعيش متعة مفيش زيها. والله من احلى الفنادق اللي عملت فيها سنوركلينج. وكمان مش على ارتفاع عالي، لأ، ممكن وانت لامس الارض تشوف احلى شعب وسمك، بس الاحلى والاحلى كل ما تتعمق جوه شوية. بس تروحوا البحر بعد الفطار على طول لغاية الساعة 1 كده مثلا، لان بعد كده بيبدأ يحصل جزر، فالمية قدام بتقل تدريجي، فممكن تخبطوا في الشعب او تتعوروا مثلا، ومش هتعرفوا تعملوا سنوركلينج كويس غير لو دخلتوا جوه شوية. فلو عايزين تعملوا سنوركلينج يبقى في الاوقات دي، بيبقى البحر تحفة والرؤية صافية وجميلة والالوان واضحة اكتر بتاعة الشعب كمان. لو هتعوموا عادي يبقى روحوا اي وقت براحتكم، كده كده الجزء الرملي هتعوموا فيه كويس وتتبسطوا في كل الاحوال. ولما بقى بيحصل جزر تبدأ تشوف كائنات بحرية بتمشي على الشط من بره، نجمة بحر وكائنات صغيرة كده. فتقييمي للبيتش 1,000,000/10 بجد. نيجي بقى للحفلات. هو كل يوم بيتعمل حفلة بعد العشاء، ودي مواعيدها. بيقعدوا يرقصوا كده مع الأطفال لمدة ساعة في الأول، وبعد كده الحفلة الرئيسية. كان في يوم فاير شو، وكان يوم تاني دانس شو، بس ما اقدرش اقيمها لاني ما اتفرجتش على ولا حفلة، لاننا بنصحى بدري ونقضي اليوم كله بحر او رحلة او كده، بنبقى مش قادرين خالص نقاوم النوم. وهي مرسى علم اساسا يعني حياة بحرية، انت جاي عشان تستمتع بالبحر وسنوركلينج وطبيعة واستجمام، وهي دي اكتر حاجة بحبها فيها. نيجي بقى لللاندسكيب، مهتمين بيه جدا، زرع وورد في كل مكان، بجد يحسن نفسيتك. اخر حاجة بقى هتكلم فيها معاملة الناس في الفندق. على الرغم ان ناس كتير فضلوا يقولوا مش احسن حاجة وفي فرق بين المصريين والاجانب، لكن بجد ما شفتش ده خالص. الناس كلها هناك كانوا بيتعاملوا معانا بمنتهى الاحترام، بيجوا يسألونا لو حابين نشرب حاجة على العشاء، صودا او كده، لان مكان الصودا في الجزء الخارجي من المطعم، فبدل ما نروح نجيب احنا بيجيبها لنا على الترابيزة. بيسألونا لو محتاجين حاجة. مفيش اي فرق في المعاملة بين المصري والاجنبي، بالعكس
وبيتعاملوا معانا كويس جدا، ما عدا شيف واحد بس هو اللي بيعمل كده، بس ده فرد واحد في الفندق كله، بس الباقي كويسين جدا جدا. وبجد لو ركزتوا مع واحد فيهم بس طول اليوم او حتى للمدة اللي انت قاعد بتاكل فيها هتشوفوا التعب اللي بيتعبوه، هتقدروا لو حد ما كانش مبتسم او حاجة من التعب. اخر حاجة، لو جاتلي الفرصة اروح الفندق ده تاني ولا لا؟ الاجابة هروح طبعا تاني، خصوصا انهم بيشتغلوا عليه جدا وبيطوروا، ومتأكدة ان السنين اللي جاية او يمكن السيزون اللي جاي هيبقى احلى واحلى، لانه بقى تحت ادارة راديسون، فهتلاقوا التقييمات عليه قبل راديسون حاجة وبعده حاجة تانية خالص. انا حاسة اني اتكلمت كتير، بس وانا بحجز كان نفسي الاقي ريفيوهات عنه اكتر بس ما لقيتش، فقررت اني اقول لكم كل حاجة عنه بالتفصيل. ومنساش حاجة، ولو في اي حاجة عاوزين تسألوا عليها قولولي وهجاوب عليها، واستنوا الفيديوهات الجاية عن الشواطئ اللي رحناها والشركة اللي طلعنا معاها. وبس، باي باي.